السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في مطبخ ست الكل. انا مع بعض النهاردة وصفة هتعملي تورتايه بطريقة سهلة جدا بسيطة، ولا تستخدمي خلاط ولا مضرب كهربائي ولا اي حاجة. معانا هنا المكونات بتاعتنا. معانا 3 بيضات، رشة فانيليا، معلقة خل صغيرة. هنضرب كويس جدا البيض لحد ما يدوب معانا، وبعد كده هنضيف كوباية سكر، نفضل بالمضرب اليدوي زي ما احنا شايفين نضرب البيض مع السكر لحد ما لونه يفتح معانا زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هنضيف ربع كوباية زيت، معلقة صغيرة سمنة، وهنضرب كويس جدا. بعد كده هنضيف كوباية لبن كبيرة. هنكون مجهزين 3 كوبايات دقيق، عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح. 3 كوبايات دقيق منخول، اهم حاجة ننخل الدقيق كويس، ولا خلاط ولا اي حاجة ولا مضرب كهربائي. هنعملها كلها زي ما احنا شايفين بكل سهولة. معانا هنا الصينية بتاعتنا مدهونة مادة دهنية، المتاح عندك زيت، زبدة، سمنة، اي حاجة، وهنبطنها بالدقيق زي ما احنا شايفين. وهنساوي الكيك بتاعنا. شايفين خليط الكيك بتاعنا؟ احنا عايزين الكيك مش طبقة كبيرة ولا عالية زي ما احنا شايفين. هنسخن الفرن على درجة حرارة 180، والفرن بتاعنا يكون متسخن كويس. وهندخل الكيكة بتاعتنا لمدة نص ساعة على درجة حرارة 180، والكيك معانا يبقى جاهز. معانا هنا تعالوا نجهز الجيلي بتاعنا. معايا هنا كوبايتين مية مغلية، معايا 2 باكو جيلي. ده جيلي مانجا عشان الكيكة النهاردة بتاعتنا بالمانجا ان شاء الله. هندوب الجيلي كويس جدا. بعد كده هنضيف كوبايتين مية باردة. كل باكو جيلي بياخد كوبايتين مية، بنحط كوباية سخنة وكوباية باردة. هنودي الجيلي بتاعنا التلاجة. وتعالوا نسقي الكيك بتاعنا. معانا كوباية كبيرة مية، هنضيف عليها معلقة كبيرة عسل نحل. عندك السيرب بتاع شربات الحلويات تسقي بيه برضه مفيش مشكلة. معايا هنا الكيك بتاعنا زي ما احنا شايفين، عملت فتحات بالخلة. بعد كده هسقي الكيك بتاعنا كويس جدا. عايزين الكيكه بتاعتنا تبقى هشه وطريه معانا. سقينا الكيكه بتاعتنا. تعالوا بقى نعمل الكريمه بتاعتنا. معايا هنا كيس كريمه زي ما احنا شايفين، كيس واحد. هنضيف عليه فنجان لبن بس، هو ده المقدار بتاعه، فنجان لبن متلج او فنجان ميه متلجه. وهنضيفه وهنقلب الكريمه بتاعتنا لحد تخفق معانا وتبقى بالشكل ده زي ما احنا شايفين بايدينا بالمضرب اليدوي، ولا استخدمنا مضرب كهربائي ولا خلاط ولا اي حاجه. بكل بساطه وسهوله هتعملي ابسط تورته تعمليها ومن غير ما تكلفك اي حاجه. هنضيف طبقه الكريمه معانا. هنا طبقه الكريمه طول ما هي خفيفه بتدي نكهه حلوه، وبتعمل حاجز ما بين الكيكه والجيلي، وبتدي نكهه جميله جدا. هتشوفوا معانا وهتشوفوا النتيجة وهتعجبكم جدا. زي ما احنا شايفين فردنا طبقة الكريمة بتاعتنا كلها جميلة جدا بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى معايا هنا مانجا. معانا هنا حبايتين مانجا قطعتهم مكعبات زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وبقوا جاهزين معانا. تعالوا نشوف الجيلي بتاعنا بعد ما حطيته في التلاجة. انا عايزاه يمسك نفسه، ما يبقاش سائل وفي نفس الوقت ما يجمدش الجمدان اللي هو بتاع الاكل خلاص. فانا عايزاه يبقى ماسك نفسه وما يبقاش سائل زي ما كان. احنا بعد ما حطينا طبقه الكريمه على الكيك هنحطها تفتح في التلاجة لمده ساعه، وبعد كده هنطلعها نحط لها المانجا. زي ما احنا شايفين فردنا المانجا على الكيك بتاعنا بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ هنضيف بقى طبقه الجيلي بتاعتنا. طبقة الجيلي هنا هتدينا نكهة حلوة وهتدينا تماسك للكيك بتاعنا وطعم جميل جدا. وفي نفس الوقت مش عايزين الجيلي سائل عشان ما تشربش الكيكة كلها الجيلي ويبقى شكلها مش لطيف، لكن كده هتبقى النتيجة معانا كويسة ويبقى شكلها حلو وطعمها احلى كمان وهتاخدي الطعم مظبوط. هي تورتايه بأبسط الامكانيات وبأبسط الطرق، وطعمها جميل جدا وهتشرفك في اي عزومة
في اي حاجه حلوه في البيت جميله جدا، جربوها وقولوا لي رايكم. شايفين بسم الله ما شاء الله. طبعا هنحطها في التلاجة لمده 3-4 ساعات لحد ما الجيلي بتاعنا يتماسك وتبقى جميله جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين القطعه عامله ازاي؟ طعمها جميل جدا وهشه وطريه. جربوها بجد، سهله وبسيطه وباقل الامكانيات، وقولوا لي رايكم. لو اول مره تشوفونا متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.